السلام عليكم خوتي العزاز، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى خوتي العزاز تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتوا خوتي العزاز داخل المغرب وخارج المغرب، تكونوا ان شاء الله في صحيحه جيده وتكونوا دائما بخير وعلى خير يا ربي العالمين. خوتي العزاز، بحال ديما جيتكم بواحد الفيديو اللي هما حريشات، نتمنى يكون خفيف ظريف على قلبكم. هذا الفيديو داير فيه حريشات اللي خاليه من الجلوتين، اللي من طرا خوتي العزاز كيجيو واعرين غزالين بالنسبه للناس اللي هما حساسيه الجلوتين وكيحاولوا يبعدوا من، حيت كاين اللي كيبغيو ينقصوا من الفرينات المصنعين ويبغيو يكتفيو غير بالذره والروز، وهذا كيكون زعما صحي اكثر. هذا خوتي راهم غير من الذره. هادو حريشات كيجيو كيتعجنوا خوتي بالماء السخون وبالخميره، والماء سخون، خميره رفيعه والمليحه على حسب الذوق، والماء يكون سخون مزيان، وتخليهم اخوتي وتعجنوهم يكونوا مطلوقين جاريا شويه، ماشي جارين بزاف، تكون هكا العجينه تطيح زعما خفيفه بزاف. هاد الحريشات هذوك تكون عجينتهم خفيفه، وكيجيو اخوتي وكتقرصوهم رقاقين. فاش تبغيو طيبوهم كتقرصوهم رقاقين، كتخليوهم حتى يخمروا في البانيو ديالهم، ما كتقرصوهمش وتخليوهم يخمروا، كتخليوهم يخمروا، تشوفوا الحجم ديالهم طلع، كتبداو تهزوا القياس بين يديكم هكا، القياس اللي غادي ديروه زعما قد هكا ولا صغر من هكا ولا صغر كاع بزاف ولا كبر من هكا شويه، المهم عينيكم ميزانكم. داك الساعات كتهزوا غير القياس اللي غادي ديروا نتوما، وغادي تدوروا هكا بيديكم غير بشويه بالماء وتجمعوا، ويديكم ديما يكونوا فازقين بالماء باش كتجمع لكم. ومن بعد اخوتي كتلويوها هكا بشويه ديال السميده اللي هي ديال الذره، وعاد كتحطوها في المقيله ديالكم وتقرصوها رقيقه وطيب، وتقلبوها عاوتاني، وتبقاو غاديين نتوما متبعين كتشكلوا وطيبوا وحيده بالمر وحيده. اللي شكلتوها بين يديكم كطيبوها، اللي شكلتوها كطيبوها، اللي شكلتوها كطيبوها حتى كتجيو على الاخر. وانتم شحال بغيتو ديروا، انا بحال دابا درت مثلا 10 ديال الحريشات، غنديرهم ليه في كيحتفظ مع دابا راه البرد كيسخنوا كيوليو بحال يلاه طيبتيهم، كيجيو اخوتي العزاز غزالين ورقاقين. هانتوما حريشات تعمروهم، دهنوهم من الفوق هكا بفرماج اولا بالزبده اولا بزويته د العود ولا بالجبن، راه كاين جبن اللي هو مسموح، اي حاجه خوتي تكون مسموحه غادي تدهنوهم بها، ولا عسيله. كيجيو زوينين بزاف في الفطور مع كويس اتاي ولا قهوه، كيجيو فنين، كيجيو غزالين اخوتي العزاز. هاد الحريشات اللي هما خاليين من الجلوتين. انا خوتي العزاز والله العظيم الا شحال ما رحت شي فيديو وراني كنشارك معكم غير حويجات هكا اللي غنستافدوا بهم مع بعضياتنا، لا بالنسبه لكم ولا بالنسبه للولد ديالي. هانتوما شحال رقاقين، راه ما كيكونوش غلاضين، ها كيكونوا هشاشين وكيجيو هانتوما الرق شحال فيهم ديال الرق. هي الحرشه ديال الذره كل ما رققتوها غتجيكم زوينه وما غاديش تشتت لكم، وغتجيكم في الماكله ديالها زوينه. وفاش عاوتاني تسخنوها لا بقات لكم كتسخن كتبقى زوينه. هانتوما هادو خوتي حريشات، راه خوتي العزاز كتجي غزاله. هاد الحريشات اللي هما غير من الذره، السميده ديال الذره، داك السميده الرقيقه الناعمه، ماشي داك السميده تكون غليظه شويه وتبقى تتشتت ليكم، حيت داك السميده الغليظه راه ما كتجيش حرشه. السميده الغليظه ديال الذره ما كتجيش حريشات، داك السميده الرقيقه كتكون رقيقه بزاف. كتعجنوها بالماء سخون. شوفوا الرق شحال مخليه انا ديال فاش قرصتها. والسميده تكون اخوتي داك الرقيقه الناعمه. وهي باش ديروا الحريشات ديالكم ديروا خميره رفيعه، عينيكم ميزانكم على حساب شحال ديروا الحريشات، الملح على حساب الذوق، الماء يكون سخون، وتعجنوهم خفافين وتعغطيهم بالسلوفان في داك البانيو ديالهم، وتخليوهم يرتاحوا حتى يطلع الحجم ديالهم يخمروا. من بعد اخوتي غتشعلوا على المقله ديالكم تسخن، غتبقاو تشكلوا. اللي شكلتوها طيبوها، اللي هزيتوها من البانيو وشكلتوها طيبوها، ويكون ديما حداكم الماء باش تجمعوها بالماء. ومن تجمعوها بالماء وتساليو غترشوا بين يديكم هكا فيها شويه ديال السميده ديال الدرانيت منها فيها، وتقرصوها هكا بين يديكم شويه وتحطوها في المقيله وترقوها، تقرصوها رقيقه على هذا الحجم هذا، وكتبقى زوينه وكتبقى لكم حتى يومين و3 ايام في الثلاجه تسخنوها
كتولي بحال يلاه طيبتوها ودهنوها باش ما بغيتو اي حاجه عندكم مسموحه وكتعجبكم في الفطور اولا في الكوطي دهنوا بها وكلوهم بالصحه والراحه. راه كيجيو اخوتي العزاز غزالين غزالين. وشكرا لكم بزاف بزاف. ونتمنى هاد الحريشات اللي هما خاليين من الجلوتين اللي هما منطره يكون في الاعجاب ديالكم. غنحط لكم انا شحال درت هنايا ديال السميده ديال الطرا، غنحط لكم العبار ديال السميده اللي درت في صندوق الوصف. نتمنى خوتي العزاز تكون في الاعجاب ديالكم، محتاجه للدعم ديالكم، محتاجه للتشجيع ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف. سمحوا لي ما كنديرش معكم اللقطات كاملين، والله خوتي العزاز اللي عندي مشكل في المونتاج، ما كنصيبش شكون يدير لي المونتاج، ما كنعرفش انا ندير المونتاج لديك اللقطات. هذاك الشيء علاش اخوتي راني كنشارك معكم هكا هاد الخبيز او حريشات او مخمرات. بالنسبه لهاد الناس حساسيه الجلوتين كنشارككم الاغلبيه، كنشاركهم معكم الطيبين، ولكن انا كنحط لكم العبارات مضبوطين في صندوق الوصف. شكرا لكم بزاف بزاف خوتي العزاز. نتمنى تدعموني وتشجعوني. محتاج منصف بدون جلوتين، الدعم ديالكم التشجيع ديالكم. الله يكبر بكم، لا يخطيكم عليا، الله يدير بحسابكم. شكرا لكم بزاف بزاف. الشكر قليل في الحق ديالكم وكاع الناس القدام والجداد. شكرا لكم اخوتي العزاز في كل ما دار اشتراك وابوني. شكرا لكم في كل ما دار شي تعليق زوين. شكرا لكم كل ما كبر بيا ودخل عندي ودار لي اشتراك. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. انا محتاجه للدعم ديالكم، التشجيع ديالكم. لا يخطيكم عليا اخوتي العزاز.